منذ أن كنا صغارا كنا نرتاد المسجد في أيام الجمعة والأعياد، وحين كبرنا احتل جزءا لا يستهان به من ذاكرتنا حتى غدا جزءا من حياتنا اليومية. وكان قد قام أهل الحي ببناء المسجد القديم، وتوالت السنون والأجيال على هذا المسجد حتى أثرت به الأيام، وغدا آيلا للسقوط، وتم تزويده بوحدات تكييف وعمليات ترميم أجريت للخدمات والمحراب، حتى قام أحد فاعلي الخير وهو من قطر عربي شقيق بالتبرع ببناء المسجد، وقد رصد له مبالغ طائلة. تم فيما بعد الاتفاق بعد مناوشات على لجنة مؤلفة من بعض أهالي الحي ارتأوا في أنفسهم حمل مسؤولية العمل. واتضح فيما بعد بأن تلك اللجنة كانت لجنة سخرية اعتبارية، وبالرغم من تحفظ أهل الحي على أعمال إحداها توقيعهم على عريضة عدم التدخل بشؤون المسجد، وثانيها اختيار طرفين في اللجنة كان أحدهم بمثابة طرف وحكم في هذا المشروع، وهذا كان إجحاف بحق كثيرين وتغييب أشخاص مؤثرين وإبعادهم عن مواقع صنع القرار الذي وقع على عاتق أشخاص اتضح فيما بعد عدم خبرتهم بأعمال من هذا النوع. تمت عمليات الردم ثم البناء في الأساسات على قدم وساق بدون أي أخطاء، إلا أنه بعد البدء بأعمال السقف الذي استغرق أكثر مما ينبغي من الوقت تم رفض الدعم، وقد تردد مجموعة من المغتربين خلال أيام إجازاتهم إلى العمل وأبدوا عدم رضاهم عن العمل بشكل كامل، وقد ترددت فكرة انهيار المسجد قبيل سقوطه بأيام، وذلك نتيجة انتشار الأخطاء المرتكبة في أعمال النجارة بين الناس، ومنها استخدام دعائم خشبية غير معهودة في مشاريع من هذا النوع التي تتطلب شركات ضخمة لها خبرة التعامل مع هذه الإنشاءات. قضاء الله وقدره هذا ما نقول، والحمد لله على عدم حدوث أي إصابات بشرية خطيرة، لكن ما نأمله في المستقبل هو أن يؤخذ بعين الاعتبار معايير السلامة البشرية، وعدم هدر أموال الأولى الاستفادة منها بدل ضربها عرض الحائط نتيجة إهمال وأخطاء البعض وتقصيرهم، وكما هو معروف دفع الضرر أولى من جلب المصلحة. وجزا الله خيرا كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع.